السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غادي نحضر معكم كسكسو بالدجاج. صراحة كيجي لذيذ بزاف، ما نطولش عليكم ونخليكم تشوفوا المقادير. وغادي نحتاجوا الدجاج. بالنسبة للدجاج راه الكمية تقريبا كتكون على حساب عدد الأفراد. بالنسبة للتوابل غادي نحتاج الملح والبزار والسكنجبير والخرقوم ومعلقة صغيرة ديال السمن، كذلك واحد البصلة مقطعة شنايف وكاس مع مرش مخلط بالزيت العود والزيت النباتية. وغادي ناخدو واحد الإناء غادي نتوضعو فيه الدجاج ونضيفو عليه كذلك البصلة والتوابل اللي عندي وهذاك الكاس اللي عندي ديال الزيت، وغادي نحطو فوق البوطه يتشحر واحد شويه. وهنايا غادي نوجد الخضره هنايا استعملت اللفت الصفر واللفت الابيض وخيزو، قطعتهم على هذا الشكل. وعندي القرعه الخضراء على اشكال بجوج، القرعه اللي دايره والقرعه اللي طويله، وكذلك القرعه الحمراء. بالنسبه للقرعه انا راه كنطيبها بوحدها. من بعد ما كيتقلى الدجاج وكيتشرب التوابل كنضيف المطيشه. هنايا درت تقريبا 3 المطيشات اللي صغار مقسومين غير على 4 تقريبا، خليتهم بالقشره ديالتهم. وكنضيف الماء اللي ضروري خاصو يكون غليان، من الاحسن تقريبا واحد الاطرو ديال الماء. بالنسبه للكميه راه كتبقى على حساب الكميه اللي نتوما دايرين ديال اللحم والكميه اللي دايرين ديال الخضره. المهم تقريبا كنضيفوا الماء هكذا حتى كتغطى لينا هذاك اللحم، وضروري الماء يكون غليان. وكنبدا نضيف هذيك الخضره كامله الا القرعه اللي كنخليها كطيب وحدها. والبنات نسيت ما ذكرتش معكم واحد القبيطه ديال القزبر والمعدنوس. انا هنايا راه ما كانش متوفر عندي طري، كان عندي غير شويه في المجمد استعملته هكاك. هو من الاحسن كيدار غير قبيطه تحزموها بحال هكا بشي خيط ولا بشي حاجه صافي وكديروه يطيب معاها. كنوضعوه فوق البوطه على نار متوسطه وكنخليه يغلى واحد شويه. بالنسبه للقرعه انا راه ما كنديرهاش نهائيا مع الخضره، راكم عارفين القرعه دغيا كطيب بالمقارنه مع الخضروات الاخرين، خصوصا الا كنتو ديرين اللحم. وفي هذا الاثناء بين ما طلعت الغليه كناخذ واحد تقريبا 3 الحبات ديال المطيشه ولا 4 صغارين، كنقسمهم هكا غير على 4 ونخليهم بالقشره ديالتهم، ونضيف عليهم واحد الكاس صغير ديال الماء. ما كنكثرش الماء هكا باش يبقى عندي غير لاصوص ديال المطيشه. وكندوزها في الخلاط الكهربائي حتى كتطحن مزيان، حيت هنايا مخليها تقريبا بالقشره ديالها حتى هذيك القشره كتعطيها واحد الختوريه وواحد اللون اللي زوين. من بعد ما كنطحنوها مزيان ضروري ما كندوزوها في هاد الصفاي اللي كيكونوا فيه عوينات اللي رقاقين شويه. راكم عارفين المطيشه كنطحنوها بالقشور ديالها، واخا كنطحنوها مزيان ضروري كتبقى واحد البقايا ولا كتبقى لنا شويه الزريعه. من الاحسن نصفيوها هكا باش تعطينا واحد القوام اللي زوين. من بعد ما طلعت لينا الغليه مزيان كناخذ شويه من هذاك الربق اللي عندي في البرمه، هو اللي كنضيفو على القرعه، وما كنزيد فيه لا توابل لا حتى شي حاجه، لانني في الاول كنكون دايره القياس ديال التوابل اللي غيكفاني في الطياب ديال الدجاج وديال الخضره وكذلك حتى القرعه. بالنسبه للماء اللي كنراوي به حتى هو كنزيد ندير في الاول القياس اللي غيكفاني باش هكا ما نبقاش نزيد في الماء ويجيني هذاك الشيء باسل، ما صراحه ما كيجيش زوين. المهم كنبقى بحال هكا حتى كناخذ واحد الكميه اللي لا باس بها اللي غادا تكفاني باش طيب ليا ديك الخضره. بالنسبه للقرعه راه ما كتاخذش وقت طويل باش كطيب، راه دغيا كتوجد صافي. في هذا الاثناء كنسد عليهم ونخليهم يطيبوا شويه، وكنمشي نبدا في المرحله ديال الكسكسو. هنايا كناخذوا السميده، انا خديت السميده غير العاديه ما خديتش السميده المكسكسه. بالنسبه للسميده راه غتاخذوا القياس ديما كنقول لكم على حساب عدد الافراد. هنايا تقريبا درت انا فيت كيلو الا ربع واحد شويه. كنغربلوها في الاول هكا باش الا كانت فيها شي حاجه تحيد. من بعد
كنضيف واحد شويه زيت، تقريبا واحد 2 معالق حتى 3 المعالق كبارين. وهنايا البنات راه ما عرفتش كيفاش حتى ما شدش ليا التليفون في التصوير. تقريبا واحد 3 المعالق ديال الزيت كنقادو بحال هكا، كنوزعو تماما على هذيك السميده اللي عندي، وكنضيف ليها واحد شويه الماء. بالنسبه للماء البنات ما كنكثروش في المرحله الاولى، تقريبا هذاك الكاس اللي حاطه راه ما درتوش كامل، تقريبا واحد الكاس غير صغير، حيتاش الا كثرت الماء راه ما كيدخلوش الطياب مزيان. صافي من بعد كنعمر الكسكاس وكنحطو فوق البوطه حتى كتطلع فيها هكا التفويره، تقريبا واحد 4 ساعه. من بعد كنعاود نحيدو وكنوضعو هكا في القصريه، كنوزعو هكا بالمغرف باش يبرد ليا واحد شويه باش نقدر نضيف عليه الماء. ولكن البنات ما خصش يبرد بزاف، لانه لا برد ما غاديش يبقى يتشرب لينا الماء. يعني نحاول نكون دغيا ندير هاد العمليه بالزربه. وكنزيد كميه اللي لا باس بها ديال الماء، تقريبا زدت هذاك الكاس الكبير ونص. بالنسبه للمرحله الاولى اللي كندير راه ما كنديرش فيها الماء بزاف كيف ما قلت لكم البنات، باش هكا ما كيتعجنش ليا وباش كيدخلوا الطياب. كنبقى ندير بحال هكا. الا عندي شي كويرات صغار كنحاول نحيدهم. وبالنسبه اللي تكور ليها بزاف راه ممكن تستعمل الوصيار ودوز فيه هكا واحد التدويزه خفيفه باش تحيد الشك وتبقى مرتاحه. المهم انايا لحد الان راه غادي معايا مزيان. صافي كنستمر على هذا الشكل وكنعاود نعمرو في الكسكاس وكنحطو فوق البوطه. تقريبا كتطلع فيه التفويره تقريبا تاني واحد 4 ساعه حتى 20 دقيقه. وفي هذا الاثناء ملي بغيت ندير التفويره الثانيه حيدت هذاك الدجاج، راكم عارفين الدجاج دغيا كيطيب، حطيته فوق القرعه. قلت نخليه يكمل الطياب تما باش هكا ملي نبغي نحيدو ما يصعبش عليا، وفي نفس الوقت ما غاديش نخليه يطيب بزاف. من بعد ما طلعت ليا الفوره تقريبا استغرقات واحد 15 دقيقه، كنضيف كذلك الماء تقريبا واحد كاس ونص كبارين هكا باش كيتشرب الماء مزيان. صافي وكنديرو ايفور، وكتكون هذه هي الفوره الاخرى. كنخليها هكا واحد ثاني واحد 15 حتى 20 دقيقه. وهنايا راني ضفت القليل من الملح. وفي هذا الاثناء قبل ما نديرو يفور كنضيف هذيك المطيشه اللي دوزتها في الخلاط، حتى هي كتعطيني واحد الختوريه وواحد اللون زوين في كسكسو. وكنوضع الكسكاس وكنخليه تقريبا كيف ما قلت لكم حتى كتطلع فيه الفوره مزيان. من بعد ما كتطلع الفوره مزيان صافي كتكون هذه هي المرحله الاخيره. كنبرد هكا شويه هذاك الكسكسو، كيكون وجد عندي الدجاج حتى هو مع هذيك القرعه. كنحاول نبرد هكا شويه. كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال السمن هكا مع الخضره. بالنسبه اللي عندهم السمن حار بزاف راه غادي يدير معلقه غير صغيره ولا ما عامراش باش كتعطيني واحد المذاق اللي زوين. والسر ديال الكسكسو راه هو السمن. وكنحرك هكا واحد التحريكه اللي خفيفه باش هكا يتوزع ليا هذاك السمن. كنبدا نوزع الكسكسو هكا على هذا الشكل باش الا كان باقي ليا مكور ولا شي حاجه بالشكل ديالو يجي زوين. صافي ضروري البنات من هذه العمليه ما كنطولوش فيها بزاف. من بعد كنوزعو هكا على القصريه باش يجينا الشكل مقاد. وكنحط اللحم هو الاول اولا الدجاج، انا راه كنقول اللحم. بالنسبه للكسكسو ديال اللحم راه تقريبا نفس الطريقه ديال الدجاج نفسها، ما كاينش اختلاف نهائيا. وكنبدا نوزع في المرق على هذا الشكل. كنحاول ندير كميه اللي لا باس بها اللي كيتشربها الكسكسو، ما خاصش يجي انه في هذاك المرق بزاف وما خاصوش يجي ناشف. يعني راكم غادي تشوفوا عينكم ميزانكم مره كتقيسوا هكا بصبعكم وكتشوفوا واش فيه الربا مزيان ولا مازال خاصو. وكنبدا نوضع في الخضره نحطها هكا بشويه باش الشكل ديالها يجي باين مزيان. كنستمر على هذا الشكل حتى كنكمل الخضره اللي عندي. ونوضعوا كذلك حتى القرعه
وهذا هو السر ديال القرعه، علاش كنطيبوها بوحدها باش كتبقى شاده في راسها وما كطيبش لينا بزاف وتخلط لينا مع الخضره. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو. الصراحه راه كيجي لذيذ وزوين بزاف وكيستحق التجربه. ودابا جيت لاخر الفيديو، كنتمنى تكون الوصفه ديال اليوم عجباتكم، واللي بقى معايا حتى لاخر الفيديو ما ينسانيش من لي لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه يدير اشتراك باش فين ما يكون شي جديد يوصلوا. وخليتكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.